من البرازيل إلى الإمارات رحلة قادت رافائيل هوبرت إلى مشروع قصير في بادئ الأمر لوضع لبنات رياضة الجوجيتسو. طاب المقام لرافائيل الذي يطوي صفحة عامه التاسع هنا بعد أن ملأها بعبق عادات الإمارات وتقاليدها خصوصا في شهر الصيام. حين قدمت للإمارات وفي أول أيامي هنا صادف ميلاد ابني، لم نكن نتوقع ميلاده قبل هذا الوقت، لأن الأطباء أخبرونا أنه ما زال أمام ميلاده أكثر من شهر. طبعا أن يولد ابني في هذا الشهر وفي أول أيامي في الإمارات له معنى كبير، وسيبقى هذا الشهر راسخا في ذهني دائما. لا شيء تغير في تدريبات رافائيل اليومية، مزج بين المزاح والجدية وإقبال على فرحة رمضان يضاهي إقبال الصائمين، فهو لا يجد حرجا ولا يعتبر نفسه غريبا. بمرور السنوات تأقلمت الناس وعاداتهم وتقاليدهم. أنا لا أحتاج لأي دعوة من أصدقائي في رمضان لأذهب وأفطر معهم، فقط أذهب مباشرة وأجلس معهم وأستمتع بالأجواء وأتناول إفطاري مع أصدقائي الذين ألتقيهم بشكل يومي. احنا جميعا كعائلة واحدة نعزموا بعضياتنا في رمضان، نمشوا الإفطار مغربي ولا نمشوا الإفطار نمشوا ناكلوا في مكان برازيلي. الكوتش تبعنا كوتش رافا بحال أخ كبير ولا الأب ديالنا. حب واحترام كبيران وجدهما رافائيل في الإمارات حفزاه على الاستمرار بعزم الأبطال في مهمة ترسيخ الجيوجيتسو في المشهد الرياضي الإماراتي. لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها رياضة الجيوجيتسو في المدارس، بات الإقبال عليها كبيرا، ولدينا متدربون من كل الفئات والأعمار، حتى إن عناصر الجيش الإماراتي باتوا يمارسون هذه الرياضة. الانسجام الذي يبديه أعضاء هذا الفريق الرياضي داخل قاعة التدريب وخارجها في شهر رمضان يؤكد أن الرياضة لغة عالمية للتقارب بين الثقافات والشعوب.